السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثاني الإعدادي. عندنا النهاردة درسنا رقم 3 بنتكلم فيه عن السياحة في قارة آسيا وقارة أوروبا. فلو أنت أول مرة تتفرج علينا تشجعنا باللايك، اشترك في القناة، تصلي على النبي في الكومنتات، تشارك أصحابك الفيديو. أول حاجة نتكلم عنها مقومات السياحة وعوامل قيام السياحة في قارة آسيا وقارة أوروبا. قال لك يتوفر في قارة آسيا وقارة أوروبا كل المقومات الطبيعية والجغرافية البشرية التي ساعدت على قيام السياحه وتنشيطها. طبعا تنقسم الى مقومات طبيعيه ومقومات بشريه. المقومات الطبيعيه والبشريه ما بتتغيرش، هي بتاع الترم اللي فات، هي بتاع سنه اولى اعدادي، هي بتاع كل السنين. الموقع الجغرافي، المناخ، مظاهر السطح، الحياه النباتيه والحيوانيه، دي مقومات طبيعيه. طب المقومات البشريه هتكون موقع تاريخي واثري، التنوع الاجتماعي والثقافي، شبكات البنيه التحتيه، تسهيلات الضيافه والاقامه. دي كل المقومات اللي هنتكلم عنها سواء الطبيعيه او سواء البشريه. هنبدا طبعا بالمقومات الطبيعيه. نبدا بيها يا باشا بالموقع. هنبدا نقول اسيا. اسيا قريبه من قاره اوروبا ومن قاره استراليا ومن قاره افريقيا. فبالنسبه لاسيا تقترب اسيا من ايه يا باشا؟ من اوروبا، استراليا، افريقيا. طب بالنسبه لاوروبا تقترب من امريكا الشماليه وشمال افريقيا وجنوب شرق اسيا، اللي ضمت اكثر المناطق المصدره للسائحين. يبقى ذات موقع جغرافي متميز، قريبه من المناطق الرئيسيه المصدره للسائحين، سواء كانت قاره امريكا الشماليه او شمال افريقيا او زي ما احنا قلنا جنوب غرب قاره اسيا. طيب ده كان الموقع الجغرافي. ايه التاني يا مستر؟ هنتكلم عن المناخ. طبعا الاثنين مناخهم متميز. هنبدا سواحل شرق اسيا مع سواحل بلاد الشام مع سواحل تركيا، الثلاثه ضمت على بعض، جذب سياحي على مدار العام. الاجابه كلمتين: اعتدال المناخ. يبقى تاني سواحل شرق اسيا، سواحل بلاد الشام، سواحل تركيا من المناطق الجاذبه للسياح، بيتفسر اعتدال المناخ. يقع معظم قاره اوروبا في الاقاليم المناخيه المعتدله. من نتائج هتقول له ادى ذلك الى اعداد كبيره من السائحين في قاره اوروبا على مدار العام. ثاني ادى ذلك الى تاتي لقاره اوروبا اعداد كبيره من السائحين على مدار العام. كده كمان كان المناخ. مظاهر السطح. مظاهر السطح معناها نتكلم عن جبال، هضاب، حكايات، روايات. تنوع مظاهر السطح تنوعا واضحا في قاره اسيا وقاره اوروبا، حيث انها من اشهر مظاهر السطح جذبا للسياح. تعال نشوف في اسيا فيها ايه واوروبا كمان فيها ايه. اسيا فيها جبال الهيمالايا، وسط اسيا هضبة التبت في الصين، جزر المالديف في المحيط الهندي والتي تتميز بالمياه الفيروزيه الصافيه والرمليه، تمام، والشعاب المرجانيه، والمياه قلنا الفيروزيه، والصحاري الحاره والمعتدله. كمان ذات مظاهر متميزه وكثبان جافه مثل جبال بركانيه. يبقى عندنا جبال هيمالايا في وسط اسيا، عندي هضبه التبت في الصين، جزر المالديف في المحيط الهندي تتكون من مجموعه من الجزر المرجانيه ذات الشواطئ الرمليه البيضاء والمياه الفيروزيه الصافيه والصحاري الحاره والمعتدله. كمان فيها مظاهر متميزه من الكثبان واوديه جافه وبراكين. طيب يا مستر، ده كان اسيا. اوروبا فيها ايه؟ تعالى اوروبا فيها العديد من الجبال مثل جبال الألب وجبال البرانس. فيها كمان شلالات الراين في سويسرا. فيها كمان الجزر الخلابه زي سكاي في اسكتلندا وكريت في اليونان. الحاجات دي اكمل لازم تخلي بالك منها. سكاي فين؟ كريت فين؟ تبت فين؟ الحاجات دي. طيب هيجي يقول لك ما النتائج بقى المترتبه على تنوع مظاهر السطح. فانت هتقول له يا باشا ادى الى تنوع انماط السياحه. ايه انماط السياحه؟ اشكال السياحه. طيب الحياه النباتيه والحيوانيه الاثنين متنوعين في حياتهم النباتيه والحيوانيه. الاثنين يا باشا. تتنوع النباتات والحيوانات في قاره اسيا واوروبا بشكل كبير. اجي اقول لك من النتائج ادى هذا الى التنوع جذبا للسائحين للاستمتاع بالجمال الطبيعه. الحاجات دي عندهم متنوعه، الكلام ده بيجذب السياح، الكلام ده خلى الناس تيجي عندهم. طيب لذلك وضعت قوانين لحمايه المحميات الطبيعيه والمنتزهات الوطنيه. عشان كده وضع قوانين لحمايه المحميات الطبيعيه والمنتزهات الوطنيه. يقول لك بقى تفسر لتحقيق السياحه البيئيه المستدامه. لتحقيق السياحه البيئيه المستدامه. طبعا لازم نقول تعد اوكرانيا اكثر انواع السياحه جذبا لهذا النوع اللي هي المنتزهات الوطنيه. يبقى دلوقتي تعد دوله نقط اكثر دول اوروبا
تضم منتزهات وطنيه هتكون اوكرانيا. كده كانت العوامل الطبيعيه. اللي هنتكلم عنه دلوقتي العوامل البشريه. طيب العوامل البشريه هنتكلم عن المواقع التاريخيه والاثريه والتي تمثلت في مناطق الحضارات القديمه والاثار في قاره اسيا وقاره اوروبا. طبعا ما ننساش ان قاره اسيا وقاره اوروبا من قارات العالم القديم اللي قامت فيها حضارات قديما، فعندها اثار، ودي حاجات من الحاجات الكتيره اللي بتميزها وبتعد جذبا للسائحين. تتمتع اسيا واوروبا بالعديد من المناطق الاثريه، منها سور الصين العظيم، منها مدينه البتراء في الاردن، منها قصر تاج محل في الهند. تاني سور الصين العظيم، مدينه البتراء الاثريه في الاردن، قصر تاج محل في الهند. طيب قاره اوروبا يا باشا فيها مدرج الكولوسيوم والذي يعد من اكبر مدرجات الالعاب الرومانيه والمصارعه في ايطاليا. تمام كده. وعندنا برج ايفل في باريس، وعندنا قصر الحمراء في اسبانيا. كل دي مظاهر، كل ديت مواقع اثريه مهمه الناس بتروح تزورها سواء في اسيا او في قاره اوروبا. طيب ايه تاني؟ التنوع الاجتماعي والتنوع الثقافي، ودي في اسيا واوروبا متنوعين ثقافيا اجتماعيا، وهذا النوع من انواع السياحه بيعد جذبا للسائحين. يعني الناس بتروح تتفرج وتشوف الحاجات دي والروايات والكلام ده كله. قالك تتميز قاره اسيا وقاره اوروبا عن باقي القارات بالتنوع الاجتماعي ثقافي كبير. هنقول حيث ان كل ثقافه من هذه الثقافات عادات وتقاليد خاصه بها، بالاضافه الى تنوع الفنون والغناء والموسيقى والرسم والنحت وغيره. طيب كذلك كانت فرصه كبيره للسائحين لايه يا عم معتز؟ قال لك لاستكشاف حياه اجتماعيه وثقافيه مختلفه عن بيئتهم. كمان تحرص العديد من الدول على اقامه المهرجانات المختلفه والتي تعكس ثقافتها. حاجه مهمه جدا جدا جدا. شبكات البنيه التحتيه وطبعا هتكون متطوره في معظم دول اوروبا. طبعا 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 يا باشا تتسم البنيه التحتيه في معظم انحاء اوروبا بالتطور الحديث، حيث انها ترتبط بشبكات نقل سريعه ومتنوعه من طرق سريعه، سكك حديديه، مطارات دوليه. اجي اقول لك ما النتائج المترتبه على كده؟ هتقول لي مما ساعد على يا مستر معتز سهوله تحرك السائحين من مكان لاخر، خاصه داخل دول الاتحاد الاوروبي، خاصه داخل دول الاتحاد الاوروبي. بينما تختلف قوه البنيه التحتيه في قاره اسيا واوروبا عن اخرى. هتقول لي يا مستر دلل. في اوروبا متطوره وحديثه، في اسيا مش كل الدول متطوره وحديثه. هيجي يقول لك دلل، هتقول له حيث اننا نجدها متطوره في بعض دول اسيا زي اليابان، زي الصين، زي كوريا الجنوبيه، زي الامارات، الا انها اقل تطورا من منطقه لاخرى. يعني الصين، اليابان، كوريا، الامارات ضم اعلى بنيه تحتيه في قاره اسيا. طيب تسهيلات الضيافه والاقامه، ودي كانت اخر حاجه في العوامل البشريه والمقومات عشان نكمل بقيه الدرس. طيب طبعا عندنا فنادق وعندنا قرى سياحيه وعندنا منتجعات، هذا وهي متنوعه ومتطوره طبعا في دول اوروبا، وتوجد العديد من السلاسل الفنادق العالميه اللي موجوده في كل دول اوروبا. طيب نجد ان تسهيلات الاقامه والضيافه في قاره اسيا متطوره ومتنوعه في بعض الدول، يعني مش في كله، لا مش في كله، في بعض الدول بس. تمام. واقل تنوعا وتطورا. تمام. يبقى متطوره وعلى اعلى مستوى في اوروبا، اقل تطورا في اسيا لانها موجوده في بعض الدول، ودول تانية ايه؟ لا. طيب حركه السياحه في قاره اسيا وقاره اوروبا، تطورت النشاط السياحي تطورا واضحا في القارتين، وتوجد العديد من الدول الاسيويه والاوروبيه التي تعد من افضل الوجهات السياحيه. طبعا المربع ده اكيد مش هنعرف نحفظه بسهوله، فاحنا ملخصين الدنيا هنا. نستنتج من الجدول مين اكتر عدد سائحين، مين اكتر دخل سياحي. هنتكلم في عدد السائحين في اوروبا، هي اكتر حد عنده عدد سائحين، بيجي له عدد سائحين. وهتلاقي الدول مين يا باشا؟ فرنسا في المركز الاول، اسبانيا في المركز الثاني. يبقى لو قال لي قاره هتبقى اوروبا، لو قال لي دوله هقول له فرنسا، لو قال لي الثانيه هقول له اسبانيا. طب مين تاني قاره؟ هتلاقي اسيا، لو قال لي دوله هتبقى تركيا، لو قال لي الثانيه هيبقى اليابان. ده بالنسبه لايه؟ لعدد السائحين. طيب يا مستر العائد السياحي، يعني الفلوس اللي بتدخل من السياحه. اول حاجه تعد قاره اوروبا اعلى عائد في السياحه، زي ما انت اعلى عائد في السياحه. تمام كده؟ تمام. مين يا مستر؟ ركز في اللي جاي لك ايه؟ تاني الدول على مستوى العالم هي اسبانيا، دي الثانيه.
تمام. قال لك يا باشا الاول قاره اوروبا اعلى قارات العالم في عائد السياحه، وعلى المستوى الدولي تعد اسبانيا صاحبه تاني اعلى عائد سياحي. تمام. ويليها مين؟ المملكه المتحده اللي هي بريطانيا. بينما قاره اسيا تاتي في المرتبه، اسيا في المرتبه الثانيه، الامارات هي الدوله، تركيا هي الثانيه. لو في اسيا مين الاولى؟ الامارات. مين الثانيه؟ تركيا. طيب المواقع التراثيه العالميه في قاره اسيا وقاره اوروبا. المواقع التراثيه. طب يا مستر معتز، قال لك يا باشا تحتل قاره اوروبا المركز الاول في العالم في المواقع التراثيه بنسبه كام يا مستر معتز؟ 40%. يبقى اوروبا على مستوى العالم هي الاولى، عندها 40% من المواقع التراثيه. تليها اسيا بنحو كام؟ 29%. وتاتي ايطاليا في المرتبه الاولى بالنسبه لعدد السائحين. والثانيه مين يا مستر معتز؟ الصين. تمام كده يا باشا؟ تمام. يبقى ايطاليا فيها مواقع تراثيه، بعد كده الصين هي الثانيه. طيب امثله المواقع التراثيه لازم أن تركز ان في اسيا وفي اوروبا، فالحتت دي ممكن نجيب منها ايه؟ يجيب منها اكمل. ابدا يا مستر، ابدا يا سيدي. مدينه البتراء، واحنا لسه قايلين دي في الاردن، موجوده في غرب قاره اسيا. تمام. كانت البتراء دي كانت مؤهله بالسكان في عصور او في فترات ما قبل التاريخ. طيب مقسمه الى نصين. مقسمه الى نصين. نص تم بناؤه ونص نحت في الجبال. يبقى البتراء من نصين، نص تم تشييده والنص الاخر تم حفره داخل الجبال. تختلط تاثير التقاليد الشرقيه القديمه مع المهندسين اليونانيين القدماء. يعني البتراء نصها شرقي ونصها يوناني. يجي بعد كده مدينه القدس في فلسطين، على الرغم ان هو ما قالكش ان هي في فلسطين، بس احنا بنأكد ان هي في فلسطين. تمام. لها قيمه كبيره بالنسبه للديانات السماويه الثلاثه: اليهوديه، المسيحيه، الاسلاميه. طيب يا عم كمان تضم 220 اثرا. قال لك 220 اثرا. وتنفرد بوجود الصخره قبه الصخره التي تم بناؤها في القرن السابع الميلادي على يد عبد الملك ابن مروان، ودي من اجمل الاشكال الهندسيه والنباتيه. طيب تضم كمان كنيسه القيامه وحائط البراق. تضم كمان كنيسه القيامه وحائط البراق. محميه دبا باندا سيشوان. دب باندا سيشوان. طيب تضم 7 محميات. تمام. وتسع منتزهات في الصين. يبقى دب باندا سيشوان دي في الصين. تمام. تاتي هذه المحميه اكثر من 30% من مجموعه الباندا العملاقه في العالم، وهي من الحيوانات المعرضه لخطر الانقراض. وتعد من اكثر مواقع العالم في التراث النباتي والغابات المداريه المطريه. ليه يا عم معتز؟ هتقول لانها تحتوي على اكثر من 5000 نوع من النباتات. ادول حيث تضم اكثر من 5000 نوع من النباتات. طب يا عم معتز، المواقع الاثريه فين؟ في اوروبا. كده احنا خلصنا اسيا، نتكلم عن اوروبا. طيب يا مستر مدينه البندقيه، ودي في ايطاليا، ودي عباره عن مجموعه من الارخبيلات. 118 ارخبيل. قال لك هو تاسست البندقيه في ايطاليا في القرن الخامس الميلادي. فوق ارخبيلات يتكون من 118 ارخبيل. وعد المدينه باكملها تحفه فنيه معماريه هندسيه استثنائيه. اغنيه تعد المدينه مالها تحفه هندسيه معماريه استثنائيه، تبنى وكانها تطفو على مياه البحيره. تمام. لتمثل مشهدا طبيعيا لا ينسى من الفن والجمال. المساكن المعلقه حول جبال الألب. المساكن المعلقه حول جبال الألب توجد في 6 دول، اللي هم مين؟ المانيا، ايطاليا، النمسا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا. يضم هذا الموقع بقايا مستوطنات ترجع لايه؟ بقايا الاول ركز ان هي ايه؟ بقايا ترجع لعصور ما قبل التاريخ. بنيت هذه المساكن على ضفاف البحيره والانهار والاراضي الرطبه التي كانت موجوده في ذلك الوقت. يعني دي بقايا، دي بقايا. تيجي بعدها حديقه فتنه كوكول. تمام. دي وطنيه. دي قال لك يا باشا عباره عن منطقه بركانيه تمثل 14% من مساحه يا باشا ايسلندا، وتضم 10 براكين، منها 8 تحت الجليد يعني باردين مش هينفجروا، وفي 2 هم اللي جاهزين للانفجار
وبينفجروا دايما في ايسلندا، وبيسبب حدوث هذا فيضانات مفاجئه وانهيارات جليديه. هتقول له يا باشا بما تفسر، هتقول له بسبب السعرات البركانيه. طب لما بتحصل السعرات البركانيه ايه اللي بيحصل؟ ادت الى ظهور العديد من سواحل رمليه واوديه فريده من نوعها. طيب يجي بعد كده يا مستر معتز المشكلات اللي بتواجه السياحه في قاره اسيا وقاره اوروبا. ركز ان احنا بنقرب من النهايه. تمام، المشكلات فانا دايما مقسم ان كل حاجه اسيا لوحديها، اوروبا لوحديها، وبرده في المشاكل هتكون اسيا لوحديها واوروبا لوحديها، والمشاكل مختلفه يعني مش متشابهه مع بعضها. طبعا في اسيا هنقول له ضعف شبكات البنيه التحتيه وضعف النقل الجوي في العديد من الدول قاره اسيا زي كمبوديا وافغانستان واليمن. البنيه التحتيه والشبكات الطرق ضعيفه. اثنين، صعوبه الحصول على التاشيرات السياحيه. صعوبه الحصول على التاشيرات السياحيه. ثلاثه، ارتفاع تكاليف السياحه. أربعة، ضعف الحملات التسويقية خاصة لدول وسط آسيا. خمسة، وجود بعض المشكلات السياسية في بعض الدول مثل لبنان، مثل العراق، مثل أفغانستان. طيب يبقى 1 2 3 4 ضعف شبكات البنية التحتية، صعوبة الحصول على التأشيرات، ارتفاع تكاليف الرحلة السياحية، ضعف الحملات التسويقية، وجود شبكات من مشكلات سياسية. طيب مشكلات أوروبا إيه يا مستر معتز؟ مشكلات أوروبا يا باشا هيكون الازدحام الشديد زي المدن السياحية زي فرنسا، زي روما، زي برشلونة. تمام؟ ودي من النتائج قال لك أدى ذلك إلى ضغط كبير على البنية التحتية، مما يؤدي إلى مستر معتز تدهور الموارد الطبيعية بسبب كثرة الرحلات السياحية. تاني مشكلة عندهم ارتفاع معدلات انبعاث الكربون، بما تفسر السبب كثرة رحلات السفر. عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض المدن السياحية. هيقول له بقى تفسر، تقول له بسبب الحروب مثل روسيا وأوكرانيا. طيب يا مستر الجهود اللي تبذلها الدول الآسيوية. الجهود تعال بقى يا باشا نشوف. 1، التوجه نحو السياحة المستدامة بتقليل معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون والاعتماد على الطاقة النظيفة. 2 يا باشا، تشجيع السياحة البيئية، وضع قواعد أو قوانين صارمة لممارسة هذا النوع من السياحة. إن أنت ما تصطادش نوع من الحيوانات، إن أنت ما تقطعش الشجر، الكلام ده كله. تحديث وتطوير البنية التحتية واستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة. للبيئة. 4، إطلاق نظام التأشيرات الإلكترونية في بعض الدول مثل الإمارات وتركيا، بدل ما نروح سفارة ونيجي من السفارة ونروح العمارة ونسيب العمارة والحاجات دي كلها ممكن نعملها من خلال الإنترنت. طيب السعي لتطبيق التأشيرة الموحدة في مجموعة من الدول. أنا عندي 5 جهود عملوهم. طبعا التوجه نحو السياحة البيئية المستدامة، تشجيع السياحة البيئية، تطوير وتحديث البنية التحتية، اطلاق تاشيرات الكترونيه، السعي لتطبيق التاشيره الموحده وبعض الدول. وصلنا لنهايه الدرس. فلو انت مره تتفرج علينا تدعمنا باللايك، تشترك في القناه، صلوا على النبي في الكومنتات، شارك اصحابك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.